الرحيم. أولا نرحب بكم ومن خلالكم لكل المشاهدين والمشاهدات على هذه الحصص اللي أساسها هو تنوير الرأي العام الوطني بالأخص على ما يجري في الساحة السياسية والاقتصادية. باش نجاوبك على شعوري وإحنا ندشن خط قارج بيلة تندوف بشار، يعني صعب التعبير عنه، لأن هي معركة من المعارك اللي خاضوها عظماء هذه البلاد هذه، أنا في طريقهم إن شاء الله موافقين. لما نشوف التحاليل العالمية في كل القارات على هذا الحدث ربما يزيد يعطينا نظرة على أهمية أكثر من الشيء اللي كنا عاطينه احنا أهمية لهذا المشروع، أهمية بناء الوطن بإيمان وبرجال آمنوا بمستقبل البلاد وحالين يضحيوا من أجله. وأذكر العمال، الإطارات، وكل من كان في مستوى الحدث هذا، سواء في الإنجاز ولا في التخطيط ولا في الشعور، يعني ما تقدرش تعبر عليه شعور، لأن الأمور هذه في حياة الإنسان، مسؤول ولا غير مسؤول، تجي مرة في حياتك، لأن احنا الشيء اللي نقوموا به في سبيل الوطن، في سبيل المواطن، ودائما طالبين التوفيق من الله عز وجل. أما باش نعبر لك على كيف وصلنا فك العزلة على منطقة غالية علينا مثل تندوف، مش إلا الحديد، حتى بالنسبة للأشخاص وبالنسبة للتنمية المستقبلية تاع المنطقة، وبالنسبة وبالأخص المدة الزمنية التي سمحت بالوصول إلى النتيجة اللي دشناها. يعني هي الجزائر من أصلها بلاد المعجزات، وقوفنا رجال واقفين إلى يومنا هذا رغم انبطاح كثير من الناس هي معجزة. والمعجزة الأخرى هو أن كل من يعني اللي يحاول يشكك في النوايا والمسيرة الوطنية تاع الجزائر في النهاية هو من الخاسرين. إذن شعور فيه الفرحة، فيه الشعور بالواجب الوطني، فيه شعور بالأخص المنطقة أنا أعرفها مليح، لأن بداية المهام تاعي مع التخرج من المدرسة الوطنية للإدارة كانت في الساورة وكانت في تندوف. يعني عزلة كبيرة باش تخمم تروح تسافر على الطريق تندوف، تخمم فيها 1000 مرة قبل ما تنطلق. الحمد لله. Monsieur le Président, encore une fois, merci de nous avoir reçus dans le cadre de cette émission, maintenant devenue un rituel politique dans la vie politique nationale, la vie médiatique. Moi, je reste dans la voie ferrée, toujours, je rebondis sur la question. Je parle de l'effet psychologique de cette réalisation. Maintenant que le plafond de verre est dépassé, maintenant que le miracle a été possible, Monsieur le Président, êtes-vous prêt pour une nouvelle expérience de ce genre? Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai dit que la ligne Garage-Billet-Tindouf-Béchar pour arriver en fin de compte à la côte à Oran, ce n'est qu'un début. والله نزيد نكررها معكم، هذه بداية مشروع وطني بدأ بالسكة الحديدية الغربية وسينتهي في أغلبه، مش كلية، سينتهي مع السكة الحديدية نتاع بلاد الحدبة، تبسة، حتى وصولا إلى عنابة إن شاء الله. نكون دخلنا في مرحلة اللي كنت أنا ذكرتها وقلتها في 2024 أن سنصل إلى كذا وكذا بإذن الله. كل الأمور بيد الله وبمشيئته، ولكن الشيء اللي مسطر لبلادنا باش تتفوق نهائيا على تخلف
اللي كنا فيه أيام الاستعمار حتى بداية الاستقلال، وباش تكون مع الدول الناشئة faut qu'on soit un pays émergent. Pour être un pays émergent, moi j'avais dit il y a 3 conditions que nous devons réaliser parmi les dizaines de conditions. أولا استغلال مناجمنا حتى ما نبقاش سجناء نتاع المحروقات للأسعار تقرر خارج إرادتنا. إذن استغلال المناجم وتحويلها محليا مش تصديرها كخام. ثانيا دخول بالسكة الحديدية في المناطق المعزولة حتى نزيد نكرس الوحدة الوطنية، واستغلال كل ما هو في طريق السكة الحديدية. إذن أنا ما يرتاح لي بال حتى القطار يوصل تمراست إن شاء الله. بالنسبة لقطار تمراست يعني وقتاش يمكن القول أو في أي سنة يمكن الانتهاء من هذا المشروع؟ إذا كان الأمور تسير مثل ما نتمناها بإذن الله أواخر 2028 يكونوا الركاب يركبوا من تمراست ويجوا الجزائر العاصمة إن شاء الله. سي أو بلو تار fin 2028 أو بلو تار. pour le train Alger تمراست. ألجي تمراست إن شاء الله. بالنسبة للشمال ربط الشمال مع أضرار أعتقد أن في أواخر 2026 بداية السداسي الأول 2027 يكون كذلك القطار في أضرار إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لمشروع غار جبيلات مشروع ضخم يعني الكثير من الأجيال تحدثوا عليه الآن تم تحقيقه، يعني هل يمكن أن تعطينا إذا ممكن العوائد الاقتصادية والمالية لهذا المشروع؟ يعني ايش راح نربح، كم مليار، كم نوظف من عمال إلى آخره؟ وبدون ما نسبق الأحداث أقول فقط أن كل أخصائيين في القارات الخمس يابانيين أمريكيين أوروبيين يعني اتفقوا على أساس أنه مردودية عالية، لأن أولا النوع نتاع الحديد اللي في غار جبيلات من نوع راقي plus de 52% de teneur en fer. ثانيا الاستغلال نتاعو يجنب الجزائر أولا الشيء اللي أنا فيه اليوم ربما منا على 2 3 سنوات أقصاها نتوقف نهائيا من الاستيراد تاع مشتقات الحديد. لا استيراد الخام الحديد. اليوم رانا نستورد ما يقارب 1,500 مليون دولار سنويا، وبقدر ما نتوسع في جنجل وطوشيالي والحجار بقدر ما نستورد أكثر، وإحنا طموحنا أننا نصدر الخام الحديد للبناء والصفائح وغيرها إلى حتى نعوض جزء من المحروقات من مداخل المحروقات. إذن في بداية في يعني أكور تيرم نكونوا تغلبنا على 1,400 مليون 1,500 مليون دولار هذه نربحها، ما نزيدش نستورد، لأن ندخل في الاقتصاد تاع العملة الصعبة لما ننتهي من المشروع تاع توميات في بشار. الحديد يتنظف جزء من الفوسفور، وكذلك يكون إما حبيبات ولا صفائح صغيرة تصبح سهل أولا نقلها، ثانيا سهل استعمالها في المصانع تاع الحديد والصلب. إذن هذا الشيء بالأقل. التصدير دروك بالنسبة للتصدير أعتقد أن الآفاق آخر تقرير قريته اللي من مكتب دراسات مختص إسباني يقول كلهم يعرفوا يعني فيه إجماع على أساس أن المشروع هذا ذو مردودية يعني واضحة، ما فيش إلا جاحف ولا أمي في هذه الأمور هذه اللي حوس يتطرق لها. يمكن تحديد سيادة الرئيس بالإضافة اسمح لي